المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحبكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. وزارة التعليم تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عمل 2018. حوض اجتماع سفراء دول شرق أفريقيا في بريتوريا. إنشاء محطة لتوزيع الغاز في مدينة كرن. اتفاق بين المحافظين والاشتراكيين لتشكيل حكومة في ألمانيا. واشنطن تتوعد بأشد العقوبات ضد بيونغ يونغ. وتصادم عشرات السيارات بسبب الثلوج في أمريكا. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت وزارة التعليم في 6 و7 من فبراير الجاري اجتماعا في قاعة المكتب المركزي للوزارة لمناقشة تنفيذ برامج 2017 والتباحث على خطة عمل لعام 2018. وألقى الوزير سامر الرؤسون في المناسبة كلمة قال فيها إن ما يميز هذا اللقاء أن مداولاته تجري في الوقت الذي تبذل فيه جهودا جبارة لتقييم خطة عمل الوزارة بداية من عام 2013 وحتى 2017 وإعداد خطة خمسية جديدة، منوها إلى أنه يتوقع من كافة جهات الوزارة للمساهمة والمشاركة الواسعة والتأطير المنسق لإجراء تقييم فعال ووضع خطة متقنة مع أخذ دور مراقبة وتوجيه عملية ووضع الخطة وتنفيذها في البرامج التعليمية كأمر مفهوم. وقدم كل من قسم تعليم الكبار والإعلام والتعليم والتأهيل الفني والمهني والإدارة والمالية والتعليم العام وقسم البحوث والقدرات البشرية، بالإضافة إلى فرعي المدارس الداخلية والبرامج التعليمية للتكنولوجيا والمعلومات، قدمت تقاريرها في الاجتماع. وأجرى المشاركون في الاجتماع نقاشا مسهبا حول برامج تعليم الكبار والمستوى الذي بلغه والجهود الجارية لتحسين نوعية التعليم المقدم والعناصر المؤثرة فيه والبرامج الجارية لتطوير القدرات البشرية وتطوراتها، بالإضافة إلى أوضاع المدارس الداخلية، مناشدين لخلق آلية تؤكد فعالية تطوير القدرات البشرية باتخاذ العبر والأمثلة من الوزارات الأخرى وفتح مراكز لتقديم دورات تأهيلية للمعلمين في الأقاليم وإجراء تقييم يساعد على إبراز التقسيم العملي ومساهمة الأعضاء. وفي الختام طالبوا بمنح المستلزمات التعليمية الاهتمام اللازم والعمل بقوة لتوضيح وعكس أنشطة الوزارة جيدا. عقد الاجتماع الدوري الأول لسفراء دول شرق أفريقيا في الأول من فبراير في مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، وكان الهدف من الاجتماع تبادل الأفكار والمعلومات حول الأوضاع الآنية للدول الأفريقية وخاصة الأوضاع الإقليمية، وكذلك لمناقشة سبل تسريع الأنشطة الجارية لتنفيذ أجندة 2063. وشارك في الاجتماع الذي نظمته السفارة الإريترية سفراء 14 دولة تضم بوروندي وكوموروس وكينيا ومدغشقر وموريش ورواندا والصومال وجنوب السودان والسودان وسيشلز وتنزانيا وأوغندا. وفي سياق متصل قدم سفير إريتريا في جنوب السودان السفير يوهانس تخلي ميكائيل توضيحا مسهبا لأعضاء جمعية الصهاريج العاملون في الدولة حول الأوضاع الراهنة في البلاد ودورهم في البرامج التنمية. واختار المشاركون لجنة تتكون من 5 أعضاء لإدارة أنشطتهم. وفي الأنشطة الدبلوماسية الشعبية المماثلة عقد فرع المرأة بسويسرا اجتماعه في مدينة باذل لتقييم أنشطته للعام الماضي. وأوضح الفرع بأن الأعمال التي نفذت بمشاركة الأعضاء الفعالة كانت ناجحة، مشيرا إلى الأعمال الموضوعة لتنفيذها هذا العام، من ضمنها العمل بقوة لتأطير الشابات واستمرارية الأعمال الجارية لرفع وعي الأعضاء عبر عقد السيمينارات وتنظيم حملات توعوية وتسريع عملية بناء المركز المؤسس في مدينة التسني في العام 2009 عبر فرع المرأة بسويسرا. في غضون ذلك أوضح الشباب الناشطين تحت جمعية فونوتي بإسرائيل في الاجتماع الذي عقدوه مواصلة برامج تبني أسر الشهداء الذي اتخذوه العام الماضي وتنظيم حملات التعبئة لضم المزيد من الشباب في الجمعية،
وقد التحق في الاجتماع 12 شابا في برنامج تبني أسر الشهداء، حيث تبرع كل منهم ب $720 ما مجموعه $8640. وقدم القائم بالأعمال في السفارة الإريترية بإسرائيل توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة في البلاد، داعيا كافة الجهات للمساهمة بدورهم في برامج رعاية وتبني أسر الشهداء الذي لا يترك للحكومة فقط. صرح سكان مدينة كرن عن إنشاء محطة لطاقة الغاز في المدينة ساعدت في حل الإشكاليات التي كانت تواجههم في توفير متطلبات الغاز وكيفية توزيعه. وأوضح السكان بأن عملية ملء اسطوانات الغاز في العاصمة أسمرة كانت تتسبب في تأخير تسليمها لأصحابها، إلا أن إنشاء المحطة الجديدة في مدينة كرن أدى إلى تسريع وتسهيل عملية الملء، وخلق ارتياحا كبيرا للسكان، إضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه للحفاظ على السلامة البيئية. وأضاف السكان بأن إشراف مدراء الضواحي للمحطة أدى إلى لعب دور بارز في تقديم خدمات نشطة وفعالة. وأوضح مسؤول محطة طاقة الغاز في مدينة كرن السيد رعدوم قبر مريم أن المحطة التي بدأت عملها عام 2017 لم تكن تقدم خدمات جيدة نتيجة لبعض العطل الفنية، إلا أنها تعمل في الوقت الحالي بكفاءة عالية. وأشار مسؤول الخدمات الاجتماعية في مدينة كرن السيد عبد الله ركا إلى أن المحطة ظلت تقدم خدمات الغاز لسكان مدينتي حقات وعيلة برعد، إضافة إلى مدينة كرن. وفي الختام طالب السكان على إيجاد حلول لنقص الأسطوانات. وقال مسؤول محطة طاقة الغاز في مدينة كرن السيد رعدوم قبر مريم إن للغاز فوائد عديدة، وفي المقابل أيضا له مضار بالغة، لذلك ينبغي على السكان توخي الحذر للحفاظ الجيد والإدارة الرشيدة للغاز. ضمن الأنشطة الجارية لضمان صحة المواطنين بإصحاح البيئة، شيد في بلدة ميدمة بمديرية عرزة مبنى جديد يحتوي على حمامات ودورات للمياه بكلفة بلغت 2,000,000 نقفة. وشيد المبنى الذي يضم 20 غرفة بما يناسب الرجال والإناث وكذلك المعاقين. وذكر السكان أهمية المبنى وبنيته التحتية في ضمان صحة البلدة التي تمتلك نشاطا تجاري نشط وفعال، مؤكدين العمل على استمرارية خدماته العالية. هذا ويقطن بلدة ميدم التي تبعد 60 كيلومترا من حاضرة الإقليم الجنوبي مدينة مندفرة، ويقطنها حوالي 17,000 مواطن يزاولون حرفتي الزراعة والتجارة. استشهد المناضل تسفاي قرماي مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية عد كليزان إثر مرض ألم به في اليوم 8 من فبراير الجاري عن عمر ناهز 61 عاما. التحق المناضل قرماي إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في عام 1975، وعمل بتفان وإخلاص من يوم التحاقه بدءا كمقاتل متدرجا حتى وصل مستوى قائد كتيبة. وبعد الاستقلال خدم شعبه ووطنه بتفان في وزارة الحكومات المحلية في إقليمي عنسبة وشمال البحر الأحمر. الشهيد تسفاي قرماي رب أسرة وأب ل4 من الأبناء، وسوف يوارى جثمانه الثرى اليوم عند الساعة 4 عصرا في مقابر الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب إدارة إقليم عنسبة عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل تسفاي قرماي، وتقدم أحر تعازيها لأسرته ورفاقه. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي توصل الديمقراطيون المسيحيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف تقودها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ولاية الرابعة بعد مأزق استمر 4 أشهر. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولة مفاوضات طويلة على أن يتولى الاشتراكيون الديمقراطيون الوزارتين الأساسيتين في الحكومة الخارجية والمالية وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بصعوبة وبعد أسابيع من المشاورات وجولة أخيرة من المفاوضات استمرت 24 ساعة بلا توقف ما زال مرهونا بتصويت لناشطي الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفترض أن يجري في الأسابيع المقبلة. وتعثرت المفاوضات لفترة طويلة بشأن حجم الإنفاق العسكري وخصوصا إصلاح نظام الضمان الصحي في ألمانيا لخفض التفاوت بين القطاعين العام والخاص وسوق العمل. أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في طوكيو أن واشنطن تستعد للكشف عن أشد عقوبات اقتصادية تفرضها على كوريا الشمالية حتى الآن، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لبيونغ يانغ بأن تستقل الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة هذا الأسبوع في الجنوب. وقال بينس إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام محادثات حول التهديد الكوري الشمالي أن الولايات المتحدة ستكشف قريبا عن العقوبات الاقتصادية الأشد والأكثر قوة التي تفرض على كوريا الشمالية. تأتي زيارة بينس التي تستغرق 3 أيام إلى اليابان فيما تسعى واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع حلفائها في المنطقة وإبقاء الضغط على النظام في بيونغ يانغ رغم تحسن الأجواء في شبه الجزيرة الكورية في الآونة الأخيرة. وشدد بينس الأربعاء على أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، متعهدا بأن تواصل واشنطن نشر معداتها العسكرية الأكثر تطورا في اليابان والمنطقة لحمايتها من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية. قتل 8 أشخاص على الأقل في حوادث تصادم سيارات في ولايتي أيوا وميزوري الأمريكيتين بسبب تراكم الثلوج على الطرق السريعة في الولايتين هذا الأسبوع. وأظهر مقطع فيديو لحظات تصادم عشرات السيارات على أحد الطرق الرئيسية التي تربط عدة مقاطعات في ولاية أيوا. وقدرت وسائل الإعلام المحلية عدد السيارات المتصادمة بما يتراوح بين 30 إلى 40 سيارة. وفي فرنسا تسبب تساقط الثلوج بحالة من الفوضى في باريس وضواحيها، حيث علق مئات الأشخاص على الجادات السريعة أو أمضوا ليلتهم في مراكز استقبال. وألقيت المئات من الرحلات في المطارات الباريسية، حيث بلغت سماكة الثلوج 13 سنتيمترا. كما تأثرت رحلات القطارات وبقيت الأوضاع على الطرق معقدة وحركة الحافلات شبه معدومة في المنطقة. وفي الخبر الأخير، أطلقت الصين أول طائرة بدون طيار للركاب في العالم قادرة على حمل شخص واحد وتسير بسرعة 130 كيلومترا في الساعة في ظروف طقس قاسية. وانطلقت أول رحلة عامة لطائرة ذاتية القيادة وهي من طراز إيهانغ 184 في مدينة غوانغشتو بمقاطعة غوانغونغ جنوبي الصين. وكللت التجربة بالنجاح ضمن سلسلة اختبارات أجرتها شركة إيهانغ الصينية. وقامت صانعة المركبات الجوية الصينية إيهانغ والتي تتخذ من غوانغوتشو مقرا لها باختبارات تجريبية للمركبة الجوية ذاتية القيادة وفق ما أوردته وكالة شينيخو الرسمية. وتقول الشركة إنه تم اختيار الطائرة بدون طيار أكثر من 1000 مرة، وهي مصممة لتحمل عواصف معتدلة مع رياح تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة. وتقول الشركة إنها ستطرح مركبتها الطائرة في السوق خلال عام. المشاهدون الأكارم، بذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية فقرات برامجنا.